بالتحديد إذا أراد أي إنسان السفر للخارج استخراج جواز سفر، ترى في خدمات جديدة قدمت لهذه الخدمة، خدمة استخراج جواز السفر، وأيضا هناك الكثير من الإقبال على استخراج شهادات حركة. هل هذه الشهادة ليها أهمية؟ يا ترى إيه أهميتها؟ ده كله هنعرفه من خلال لقائنا مع اللواء مجدي أنور، وهو وكيل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية. مصلحة الجوازات هي الوجهة الأولى لمن يأتي إلى مصر، وهي الوجهة الأخيرة لمن يغادر مصر. رأي حضرتك في الموضوع ده إيه؟ مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية هي أول جهة بتقابل الراكب أثناء وصوله، وهي آخر جهة بتودعه، وفي الوقت نفسه هي تعتبر يعني أحد خطوط الدفاع عن أمن مصر من خلال القوائم. يعني في عندنا قوائم للممنوعين من السفر والناس سواء فيها منع أو ترقب سفر، وفي قوائم بيتم الكشف عن الراكب حال وصوله، زي قائمة منع الدخول بالنسبة للأجانب، وقائمة ترقب الوصول بالنسبة للأجانب والمصريين، زائد في قائمة اسمها قائمة سحب الوثائق. وفي الوقت نفسه بيتكشف عن أي واحد إذا كان مطلوب التنفيذ عليه في أحكام. يعني لو واحد عمل أي عمل إجرامي داخل مصر ومطلوب ضبطه، أحد الجهات اللي بتبلغ بهذا مصلحة الجوازات، بحيث ما يهربش بره مصر. الخط الأخير قبل هروب هذا الشخص خارج البلاد بيبقى مصلحة الجوازات، والخط الأول قبل دخول الناس المطلوبة أمنيا على مستوى العالم أو الممنوعين من دخول مصر برضه مصلحة الجوازات. فعشان كده بقول هي أحد الخطوط الهامة جدا في الدفاع عن أمن مصر، سواء في حالة السفر أو الوصول بالنسبة للمصريين والأجانب. يعني هناك البعض بيستهون بضياع الباسبور أو جواز السفر أو التفريط فيه، ما خطورة ده يا فندم؟ أنا بنصح كل مصري إنه لازم يحافظ على جواز سفره كويس جدا، لأن ببساطة شديدة إن ممكن حد في عصابات دولية متخصصة دلوقتي. أحدث صور التزوير دلوقتي ما درسناها على مستوى العالم، مش إنه يجيب جواز سفر ويغير فيه الصورة ولا يغير في البيانات دي. دلوقتي التكنولوجيا الحديثة أمنتها تماما، يعني الجوازات بتبقى فيها ضمانات أمنية قوية جدا. أحدث طرق التزوير على مستوى العالم إنه بياخد جواز سفر ويدور على واحد شبيه، يعني واحد عايز مطلوب أمنيا بيروح جايب له جواز واحد شبيه بيه. فحاجة خطيرة جدا إن الواحد يضيع جواز سفره. ففي الحالة دي لو كان داخل البلاد لازم بيعمل محضر فقد، لو كان في الخارج لازم يروح يبلغ القنصلية. واحنا برضو من خلال القوائم بنخطر جميع المنافذ ان الجواز ده فقد، وبنيجي على الكمبيوتر ونوقف صلاحية هذا الجواز، بحيث لو حد جه يستخدمه فوريا عند تقدمه لسلطات الجوازات في الموانئ والمطارات بيتم على طول ظهور ان هذا الجواز مبلغ بفقده وموقوف الصلاحية. تلقائي الضابط القائم بالإجراءات بيروح مضاهي الصورة اللي في الجواز على الشخص، وفي الحالة ديت لو طلع انه مش هو الشخص كمان بيقوم بالإجراءات الرسمية القانونية وبيوقع بيلقي القبض عليه ويقوم بعمل الإجراء القانوني. فمهم جدا ان الشخص الكلام ده كله مش هيتم ومش هيتنفذ الا لو الشخص اللي فقد منه الجواز لازم يخطر فوريا يعمل محضر، زي ما قلنا سواء في الداخل بيعمل محضر، لو في الخارج لازم يبلغ القنصلية المصرية. فدي حاجة مهمة جدا، يعني يا ريت كل المصريين في الخارج بالذات يراعوها، لأن معظم العصابات اللي بتعمل الحاجات دي بتبقى عصابات دولية. جواز السفر مر بمراحل كثيرة جدا، احنا فاكرين الباسبور الكبير وبعد كده خد شكل تاني. يعني ما تطوير في جواز السفر شكلا وموضوعا؟ كل ما العلم بيوصل لحاجة بالنسبة لتطوير جواز السفر بتلاقي ان التكنولوجيا التزوير كمان بتتقدم. يعني التكنولوجيا مش قاصرة بس على الجهات الرسمية، لا فاحنا دايما بنحاول نستبق التكنولوجيا المتوفرة لدى
العصابات الدولية الخاصة بالتزوير. فاحنا جواز السفر المصري القديم اللي هو الجلدة ده لو تفتكريه، ما هو مش يعني يعني ما زال على فكرة ساري لحد نص شهر 11 2015. ابتداء من 11 2015 خلاص هيبقى كتعليمات منظمة الإيكاو لازم كل الجوازات تبقى مقروءة آليا. فجواز السفر المصري الجديد أصبح فيه ضمانات أمنية عالية جدا لا مجال للحديث عنها، إنما كل صفحة فيه فيها ضمانات أمنية لا يمكن بحال من الأحوال حاليا وفقا للتكنولوجيا دلوقتي ان يجمعوا يعني متجمع باسلوب معين يصعب حتى على الدول. يعني نفرض ان دولة عايزة تقلد واحد زي ده ما تعرفش، لان معمول فيه ضمانات امنية عالية جدا وفي كل صفحة وفقا لاحدث ما وصل ليه العلم. الجواز دوت فيه جزئين، جزء فيه البيانات بتاعت الشخص وصورته زائد صورة تانية ديجيتال يعني دي صورة احد الثلاث صور اللي الشخص بيقدمها، زائد صورة ديجيتال دي في مطبوخة في جسم الجواز لا يمكن نزعها الا لما تتلف خالص الجواز، وبالتالي يصعب جدا التزوير. بالاضافة لان الجزء التحتاني ده جزء ممغنط فيه كافة البيانات بتاعة الشخص. فعليا لما الواحد بيروح المطار ما بيقعدوش يسجلوا له البيانات دي كلها، مجرد بيمشي الجواز دوت الجزء دوت على جهاز الاو سي ار او الفول بيج سكانر حسب المطار اللي هو شغال فيه، بيروح قاري بيانات الشخص كلها من هنا. كويس؟ فعشان كده يعني يمكن بنبه المصريين لان دي غلطة بيقع فيها كتير قوي كمان من شركات السياحة او المواطنين او الجمعيات الدينية، بييجوا يجمعوا الجوازات ويدبسوها في بعض، فبيروح الدبوس جاي على الجزء الممغنط ده، تيجي تمرريها في الاو سي ار ما يتقريش. في بعض الدول لو ما اتقراش في الاو سي ار ممكن يرجعوا، خاصة في بعض دول في الاتحاد الاوروبي ممكن يرجعوا عشان دي. فحاجة خطيرة جدا ان الجواز يتدبس من الصفحة دي. يعني لو في ضرورة للتدبيس لازم تبقى من الجلدة الخلفية. فاللي بقول عليه ان الجواز اصبح حاليا ماشي على اعلى تكنولوجيا موجودة حاليا لمقاومة التزوير، ومن سنة 2008 بدأنا نستخدم الجواز ده، لم تسجل ولا حالة تزوير واحدة من 2008 لحد لحظتنا دي. في تطوير كمان احنا قاعدين برضو كل حاجة بيوصل لها العالم كله بننفذها عندنا، والحمد لله الدولة مش متأخرة عننا لان دي امن دولة، يعني دي تأمين الدولة المصرية بان الجواز ده يبقى مؤمن. في من الحاجات اللي ان شاء الله هتستحدث قريب جدا السمارت شيب او الشريحة الذكية، دي هتبقى موجودة في احد اجزاء الجواز وهتبقى فيها كافة بيانات الجواز، بحيث في نظام جديد اسمه الاي جيت برضو، ممكن الجواز وهو في جيبك كده اهو تعدي البوابة نفسها بتقرا البيانات كلها، وبيكشف عليه قوائم وبيكشف عليه تنفيذ احكام اذا كان عليه اي حكم. بيقدروا يبقى من اول الواحد ما دخل المنطقة بتاعة المطار معروف ان الشخص ده مطلوب امنيا. فدي ده ان شاء الله تحديث تعديل كمان جديد، زائد فيه البصمة واحنا ابتدينا نستخدم البصمة الالكترونية، واول تطبيق ليها في مطار الغردقة حاليا، المطار الجديد اللي تم افتتاحه الشهر اللي فات ده. في المطار دوت ابتدينا نستخدم تكنولوجيا جديدة خالص على مصر، ويمكن مش مستخدمة في اكتر من 3 أو 4 مطارات على مستوى العالم. فعشان كده هيبقى فعلا اما بنقول ان ده احدث مطار في منطقة الشرق الاوسط، هو فعلا الاحدث. بنستخدم فيه دلوقتي كاميرا ثلاثية الابعاد، الشخص من وهو داخل الكاميرا بتلتقط صورته، اول ما بيقدم جواز سفر بيتحط على فول بيج سكانر بيقرا الصفحة بالكامل بما فيها صورته، ويقارن الصورة الملتقطة من الكاميرا ثلاثية الابعاد بالصورة اللي في جواز السفر. زائد جهاز البصمة الإلكترونية بنبتدي نسجلها دلوقتي أول بأول، لازم بنجبره، لازم كل واحد مسافر أو واصل لازم بيحط بصمته. البصمة الإلكترونية دي بتسجل مع الحركة مع البيان ده، بيجي الشخص بعد كده بعد أي فترة يجي داخل بتتقارن الصورة ديت بالصورة المسجلة قبل كده. فدي في المرحلة الأولى. المراحل اللي بعد كده هنطبق، بس دي برامج عالميا لسه قيد التطوير،
اسمها برامج الفيس ريكوجنيشن، اللي هي الخاصه بالتعرف على الوجوه، واستخدام البصمه البيومتريه للوجه. الوجه بتاع الانسان سبحان الله ان في مجموعه حاجات في البصمه في الوجه غير متكرره. يعني في بصمه العين، في البعد بين العظمتين دول، في محاذاه الوجنتين، يعني كل الحاجات دي فعليا التصوير بيتم للاجزاء الداخليه للوجه، حتى لو الواحد اتغير ملامح وجهه نتيجه لحادث، نتيجه لتجميل، نتيجه لنيو لوك، مش عارف ايه الكلام ده كله، كل ده الكاميرا مش هتلتقطه. الكاميرا لما بتلتقط بتلتقط العظام بتاعت الوجه، وهي دي اللي بتمثل اللي هي العمليه بتاعت اللي بيعتمد عليها برامج الفيس ريكوجنيشن. هي البرامج حاليا عالميا في يعني ابتدى يظهر بعض الاستخدامات ليها، لكن يعني التطوير احنا متابعين التطوير كويس عشان ما نجيبش حاجه ونيجي بعديها بسنتين ثلاثه نبقى محتاجين نغيرها. قد يتعرض المواطن لبعض المشاكل أو العقبات، لمن يلجأ لحل هذه المشاكل؟ العقبات اللي بتقابل الناس في المطارات هي حتة تشابه الأسماء بس في حالة السفر والوصول، دي العقبة الوحيدة اللي بتقابلهم في الحقيقة. إنما كتشابه الأسماء ديت كمان احنا عملنا حاجة اسمها نشر التفرقة، اللي بيعاني من مشكلة تشابه الأسماء وبيتم استيقافه في الموانئ المطارات سواء في حالة السفر أو الوصول، بيتقدم لأقرب قسم جوازات بطلب ان يتعمل له نشر التفرقة، او بيجي هنا إدارة الاتصال في مصلحة الجوازات في مجمع التحرير، بيجي يتقدم بطلب ان انا اسمي بيتشابه، بنبتدي نفحص. والله ممكن او يطلع ان هو المطلوب نفسه، ويطلع انه مطلوب القبض عليه مثلا في حاجة، او مطلوب احنا بنقول له انت عندك مثلا قضية في الحتة الفلانية روح ساوي القضية، واول ما بيساوي القضية بيجي لنا اختار ان خلاص ده شيله من القائمة. انما نفرض ان هو طلع هو نفسه مطلوب ضبطه، يبقى لازم يضبط. فدي من الحاجات اللي ما بنقبلش فيها التوكيلات، لازم صاحب الشأن بنفسه يجي، عشان نفرض ان هو المطلوب امنيا يبقى ساعتها هو موجود تحت ايدينا. فهي الحتة دي هي بس العقبة الوحيدة اللي ممكن بتقابل الناس، لكن اللي بيعاني منها زي ما بنقول اولا هي نسبة التشابهات بعد استخدام الكمبيوتر والبرامج الجديدة قلت بنسبة كبيرة جدا، وما اصبحتش ظاهرة، اصبحت حالات فردية اللي بيتشابه فيها الاسماء. فاللي بيعاني من حاجة زي كده بيجي يطلب نشر التفرقة هو او وكيله القانوني، ولكن ساعة التنفيذ وقدامنا المستندات لازم يبقى صاحب الشأن موجود، عشان لو كان هو يتخذ ضده الاجراء. بس لو طلع مش هو بيحصل في المطار يعني، وهو رايح يلحق طياره او هو راجع، ده بنشره التفرقه بتبقى نشر التفرقه فعليا اما واحد بيكون له معمول له نشر التفرقه، خلاص الاسم اللي كان متشابه معاه بيتكتب اسمه، ما بيطلعش مع اللي كان متشابه معاه خلاص. أعزائي المشاهدين، نوعدكم باستكمال هذا الموضوع لأهميته. تساؤلات كثيرة عن السفر وعن الجوازات هنستكملها معكم، وفي انتظار كل اقتراحاتكم، استفساراتكم، كل شكواكم، ونحاول إيجاد حلول لهذه المشاكل من خلال صفحتنا على الفيسبوك مصر بكرة على الأولى. استنونا وحلقة جديدة.